اليوم راح ندير لكم وصفة بطاطا رولي بالدجاج، تجي مفرمجة ومعسلة، ما تجيش ناشفة نهائيا. احتفظي بها سورتو في رمضان، راح تحتاجيها لانها صح تجي بزاف بنينة. وما تنساوش تشاركوا في قناتي سبيسيال كويزين دي زاد باش يوصلكم كل جديد. في المقادير نسحقوا حبات تاع البطاطا، راحكم قطعوهم رقاق بالشكل اللي راكم تشوفوا فيه، ما ديروهمش خشان بزاف. درت رشة تاع الملح، رشة تاع الثوم بودر، رشة فلفل كحل وتوابل الدجاج والزعتر باش ما طيبلناش هذيك البطاطا صامطه وتجي بنينه. نخلطهم مليح. هنا نسيت ما درتش شويه تاع الزيت، ديروا الزيت باش طيب لكم يعني ما تجيش ناشفه. هنا نحكم نستفها في بلا فوقو بابي كويسون. اللي عندهم هذاك المشكل تاع يلصق لهم الرولي في البابي كويسون، يحكموا يدهنوا بالزبده ولا الزيت، ما تحطوش ديريكت البطاطا تاعكم. انا ما فهمتش، انا جامي يلصق لي، كاين يلصق لهم بالك من نوعيه تاع الورق. نجي ندير البيض. درت 3 حبات تاع البيض، شويه دبشه وشويه فرماج رابي باه نفرغوا فوق هذيك البطاطا ويبقاو الحبات تاع البطاطا متماسكين. وسيو كيف توصلوا هذاك البيض للجوانب كامل. ومن بعد قبل ما تدخلوها الطيب غطيوها بالبابي كويسون قبل ما تدخلوها حتى طيب لكم هذيك البطاطا وتاكدوا باللي طابت بالموس باش تنحيو البابي كويسون تدي لكم تحميره. وندخلوها طيب على 180 درجه، الفور شاعل من الفوق ومن التحت، نص ساعه تلقاوها طابت. ونفوت نحضر الحشو في مقله. درت نص صدر تاع الدجاج مرابي في الخشين، زدت له نص حبه تاع البصله ثانيه رابيتها، لقيت روحي ما كنتش نصور. درت التوابل، درت رشه فلفل كحل ودرت توابل الدجاج ورشه تاع الثوم. وما تنساوش ديروا الملح. خلطتهم مليح ومن بعد فتحتهم بهذيك اللي يفتحوا بها البطاطا. كما راكم تلاحظوا الدجاج راهو خشين ماهوش مرابي بزاف باش يجينا بنين. بعد ما طابوا لي درت لهم الكريم فريش، هنا زدت لها شويه حليب وزدتها ونخلط ونخليها تعقد. وندير لها شويه فرماج رابي، درت الموتزاريلا هو اللي يخليها تجي تلاصق والجوده، ونخليوها تعقد شوي، نطفيو عليها نخليوها تبرد. هنا بعد ما جبت البطاطا كيما قلت لكم نص ساعه كانت واجده، يعني سيت بالموس لقيتها بلي راهي طايبه، جبتها خليتها ريحت واحد 2 دقائق ودرت فوقها هذا الحشو اللي راهو بزاف بنين ومعسل. ونحكموا نروليوها فاسيلمون كيما راكم تشوفوا. وكيما راكم تشوفوا ما لصق ما والو. اللي تخاف يلصق لها كيما قلت لكم تدهن بالزيت ولا الزبده. هنا بعد ما روليتو كامل كيما راكم تشوفوا كيما البسكوي رولي، يعني نفس الطريقه. نسيي نديروه في الوسط وندير له الفرماج من الفوق، ديروه رابي ولا ديروا سلايس كيما درت انايا. ونعاود نرجعوا للفور حق ما يذوب لي هذاك الفرماج كيما راكم تشوفوا. هنا بعد ما ذاب لي الفرماج ديريكت نبدا نقطع فيه، وسيو تقطعوه بهذاك الموس تاع المنشار. وبعد كل تقطيعه امسحوه باش يعني ما يفسدلكمش الشكل من الفوق تاع الفرماج. ونقدموه مع شويه تاع لاصوص. كان فضلت لي شويه هذاك الدجاج اللي طيبته قبيل، زدت له الكريم فريش وخليته يعقد شويه هذا مكان، وتحصلت على صلصه بزاف بنينه. وهنا ديكوريت الرولي تاعي بشويه دبشه وشويه زروديه كيما راكم تشوفوا. وما نحكي لكمش على البنه والتفرميج اللي تحصلت عليه، جا رولي بزاف بنين وصحي نوعا ما، لا بطاطا مقليه لا والو. ان شاء الله تكون هذه الوصفه عجبتكم، جربوها ما كمش حتندموا عليها، سورتو في رمضان. وبسلامه الى فيديو قادم.